Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. احنا عندنا النهاردة بنتكلم عن الإضافة والملكية في الألماني. أنا عندي ممكن أضيف إلى ضمير، أقول كتابي. كتابي ده الياء دي مضاف إليه في العرب، ولا يمكن دراسة حالة الجينيتيف وهي مفصولة عن العرب. كتابي طالما المالك ضمير يبقى حالة الإضافة هتتكون زي ما كنا بنكونها بإنجليزي بضمير ملكية. ماي بوك هتبقى ماينبوخ في حالة الألماني. لو المالك مش ضمير أنا عندي أكتر من احتمال، عندي مغية وعندي فاطة. ممكن أقول مغية فاطة وأحط اس من غير علامة الأبوستروف بتاعة الإنجليزي، من غير علامة الأبوستروف بتاعة الإنجليزي. بيحطوا هنا علامة كده؟ لا، في الألماني مش بيحطوها، مغية فاطة. وممكن أقول دي فاطة فون مغية، يعني مغية فاطة تساوي بالظبط دي فاطة فون مغية. طبعا انا عندي هنا فون اللي بتعمل داتيف، بس ماريا هي المفروض دلوقتي حالا داتيف بس ملهاش دي داس دي. عندي كمان فون ممكن استخدمها مثلا اهو فون هنا استخدمها دي فولك فون هويت، النجاح بتاع النهارده، اللي هو كان ممكن يقول دي هويت جي فولك بس قالها دي فولك فون هويت. طيب ممكن استخدم حالة الإضافة بأسلوب تاني، الإضافة والملكية بأسلوب تاني. أيوه، أكون كلمة مركبة. زي إيه كلمة مركبة؟ زي مثلا كلمة فولكس جيشيشته، أجيب كلمتين وأحطهم على بعض، وفي ساعات يحطوا كده حرف الإس ما بين الكلمتين. أدي فولج كلمة وجيشيشته كانت كلمة يعني قصة. فولج يعني نجاح وجيشيشته يعني قصة. أروح جاي حاططهم جنب بعض كده وأخلي الجيت صنطوطة بتاعت جيشيشته، ويبقوا هما الاثنين مع بعض كلمة ومؤنثة علشان جيشيشته مؤنثة. وفي بعض الأحيان يحطوا اس، في بعض الأحيان يحطوا ان رابط أو اي ان رابط. هنا يختاروا يحطوا حرف الاس فولكس جيشيشته، وبعض الأحيان ما يحطوش أي رابط. فولكس جيشيشته يعني قصة نجاح. هنا وانا بكتبها بالعربي كانت كده قصة نجاح. ممكن بقى استخدم بدل ما اقول فولكس جيشيشته واذكر القصة نمرة 2 والفولج اللي هو النجاح اذكره نمرة 1، يعني قصة نجاح بقت هنا نجاح قصة اللي هي جيشيشته، ونجاح اللي هو ايرفولج بقت نجاح اللي هو ايرفولج وراها كلمة قصة محطوطين على بعض في كلمة مركبة. لا، أنا ممكن أستخدم ديت بنفس فكرة المضاف والمضاف إليه في العربي بالظبط، اللي هو إيه، بجيب المضاف الأول والمضاف إليه نمرة 2. إزاي؟ اللي هو استخدام الجينيتيف. هنجيبها من القطعة أهي. حالة جينيتيف واضحة وضوح الشمس أهي. خليها أونترنيم علشان ما تبقاش الدنيا كبيرة. Sie arbeitet im Unternehmen ihres Vaters. هي دي حالة الجينيتيف. جت مني حالة الجينيتيف يا دكتورة أميرة؟ والدها حالة ملكية بإيه؟ بضمير ملكية، لكن شركة والدها حالة ملكية وإضافة جينيتيف. جت منين؟ جت منين أقول لك. إن فاطة مذكر، وهنا أنا قلت شركة والدها، الشركة بتاعت والدها أهو، الشركة بتاعت والدها. تبقى حالة الجينيتيف قالت شركة والدها، لكن حالة الإضافة عن طريق الكلمة مركبة قالت قصة نجاح. قالت النجاح الأول اللي هي مذكورة هنا في العربي نمرة 2، وقالت القصة نمرة 2 اللي هي مذكورة في العربي هنا نمرة 1. بين إنه شركة والدها في حالة الجينيتيف قالت الشركة اللي هي أهي، ووالدها قالتها نمرة 2. يبقى حالة الجينيتيف في العربي، حالة الجينيتيف في الألماني تماثل تماما حالة المضاف والمضاف إليه في العربي بالظبط. بنذكر فيها المضاف الأول وبعد كده بنذكر المضاف إليه. يعني لما أقول كتاب الأب أحمر أكتبها إزاي؟ والأب هيبقى فاتس، وهنعرف هي جت ليه وهندرس القاعدة بالتفصيل. كتاب الأب أحمر أكتبها إزاي في الجينيتيف في الألماني؟ مين يقول لي؟ أقول أنا؟ كتاب الأب أحمر. أيوه. Okay. Der Vater ist ein Buch نعم. rot. Der Vater ist ein Buch rot. لا، كتاب الأب
يبقى هنقول كلمة الكتاب الأول، وبعدين هنقول الأب نمرة 2، وما بينهم حالة جنتيف. يعني زي ما بنقول اونتاينيمن وفاتس، هنقول بوخ وفاتس. تبقى ازاي؟ Ein Buch ist ايه؟ Ein Buch ist der Vaters أو لا لا لا، احنا هنجيب كلمتين لازقين في بعض زي ما هو في العربي بالظبط، كتاب والاب. بلاش احمر دي خالص، سيبنا من احمر دي خالص، هنكتبها كمان شويه. هنخليها بلون ابيض دلوقتي عشان الناس ما تتلخبطش. اهي كتاب والاب، انا عايز بس اكتب كلمه كتاب والاب. يبقى اكتبي كلمه كتاب والزقي فيها كلمه اب، بس وانت بتلزقي فيها كلمه اب خليها فاتس بالاس بس كده. يعني قولي بوخ، يعني هقول لك على حاجه، قولي بوخ وفاطه ورا بعض. ها يبقى Buch Vaters. ايوه، حاجه شبه كده، حاجه شبه كده، بوخ وفاطس. اديني علامه ملكيه للكلمه بوخ وهي فاعل، عشان هي هتبقى فاعل الجمله. Ein Buch. الكتاب بتاع الاب خليها معرفه. ها علامه تعريف. Vaters. بس نضيف اس برضو لبوخ، نضيف اس لبوخ. لا، احنا هنقول بس، احنا هنحط بس علامه دس دلوقتي، بس للبوخ عشانها فاعل الجمله. ها دس بوخ. ها Das Buch das دس بوخ وفاتس. كويس ماشي، الى الان ماشيين حلو. طيب شفتي ديت؟ ضمير الملكية. شفتي الاي اس ديت؟ هتظهر معاكي لكل النهايات، لكل المذكر والمحايد. ده تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ ما احنا قلنا هتظهر معاكي كل النهايات لكل المذكر والمحايد. تبقى ايه؟ تبقى دس بوخ دس فاتس. احنا كده عملنا حاله الجينيتيف. نقولها تاني. كلب الاب، كلب الاب ده غير قلب الام. اعزكم الله، كلب الاب هتنكتب ازاي برضو في الجينيتيف؟ الكلب ما تقولهاش كده، قولي الكلب بتاع الاب. اهو الكلب بتاع الاب عشان تفهميها، تعرفي ازاي تعمليها في الالماني. قولي الكلب بتاع الاب. يبقى حاله الجينيتيف هي حاله البتاع، حاله البتاع في الالماني. كلب الاب نكتبها ازاي؟ كلب الاب، الكلب بتاع الاب. تعال نكتب الكلب. Das Hund ايه؟ des Vaters. الكلب اللي هو Das ايه؟ Hund لا مع الهند دي مذكره. هي هوند ديس فاتس. دي هوند ديس des Vaters. فاتس، Vaters. الكلب بتاع الاب. جميل خالص. طب دي هوند بتاع الاب، دي هوند بتاع الفاتس احمر. جميل جميل. لو انا بضرب شلاجن، بعمل اكوزاتيف، بضرب الكلب بتاع الاب، تبقى عامله ازاي؟ انا بضرب الكلب بعيدا عن ان هو بتاع الاب او مش بتاع الاب، هو في كل الاحوال الكلب هو اللي انضرب. بتاع الاب بقى بتاع الام ماليش فيه، المهم ان الكلب هو اللي انضرب. بتاع مين؟ المهم ان هو اكوزاتيف الجمله. الشلاجه Den Hund يبقى الكلب اكوزاتيف الجمله. den دين هوند، والاب لسه زي ما هو الكلب بتاع الاب، يبقى ايش لاجا دين هوند ديس فاتس. طب انا دلوقتي صديق اخويا، تعال نكتب صديق اخويا في حاله الرفع. صديق اخويا ده فاعل الجمله. الصديق
بتاع اخويا، والجنيتيف حاله البتاع. الصديق بتاع اخويا، وادي فخونت وادي بغوضه، وبغوضه ده اللي هو المالك مذكر، هتبقى عامله ازاي؟ وفخونت ده فاعل الجمله، ها ما بينهم هتبقى ماينس. هتبقى ماينس دي فرويند. تعالوا ننزل بديت، تعالوا ننزل بديت كده ونعمل زيها. الصديق بتاع اخويا هتبقى دي فرويند ماينس يبقى الصديق ده فرويند بتاع اخويا، ماينز بغودة. ادي ماين، وعايزين نصرفها صح. ها فاضل حاجتين عشان نصرف دول صح، نعملهم زي دي بالظبط. يلا اي اس. ها اي اس. نحط اي اس بلس اس، صح الكلام؟ ده فرويند ماينس بغوداس، الصديق بتاع اخويا. ده كلام جميل طبعا، كلمات بتاخد الاس وكلمات بتاخد الاي اس حسب نهايتها وحسب طولها، ده موضوع مش عايزين نلخبط نفسنا فيه دلوقتي. طب لو انا دلوقتي الفريند بتاع اخويا ده انا بساعده، يعني انا اساعد، هو ما بقاش فاعل الجمله، انا اساعد صديق اخي بالفعل هيلفن، والفعل هيلفن ده بيعمل داتيف، وانا هساعد هذا الصديق. الصديق بقى بتاع اخويا، الصديق بتاع امي، الصديق بتاع اللي بتاعه بقى، هو من الصديق ده هيتساعد، هيبقى داتيف، هيبقى عامل ازاي؟ يبقى ich helfe den Freund. ايش هيلفا ايه؟ Dem. ديم بالام، اه ديم فرويند، وهذا الصديق بتاع اخويا، تبقى تنزل زي ما هي. هتفضل زي ما هي. جميل. يبقى القاعده دلوقتي ان انا لو المالك وانا في حاله جينيتيف، لان انا ممكن اعبر عن الملكيه بحاجات تانية قلناها فوق، واعبر عن الملكيه بضمير ملكيه، اعبر عن الملكيه بفون مع داتيف، اعبر عن الملكيه بكلمه مركبه، اعبر عن الملكيه باسم ملكيه. لكن انا لو بعبر عن الملكيه بحاله جينيتيف هيبقى المذكر والمحايد هياخد اي اس في علامته واس فيه، اي اس في علامته واس او اي اس واس فيه، تبقى اسمها اي اس بلس اس. اي اس بلس اس في الايه في كل الجداول. الكاين هتبقى كاينس، والماين هتبقى ماينس، والداين هتبقى داينس، والدي هتبقى دس، والزاين هتبقى زاينس، والاين هتبقى اينس، وهيبقى كله متاينس في بعض. ماينس، دس، زاينس، ايرس، ايرس، انزغس. يعني نحن نساعد صديق اخينا. نعملها ازاي؟ نحن نساعد صديق اخينا، احنا هنساعد الصديق ده بقى بتاع اخينا، بتاع ابينا، بتاع اللي بتاعه، اللي هو الصديق وخلاص. ها فيا Wir helfen. هيلفن Wir helfen ديم فرويند den Freund. ديم برضو بالام، M برضو هي مش لطيف. فرويند برضو. واحنا بقى احنا انثى غس. انزا غس ده فاعل نوميناتيف، لغايه هنا احنا فاعل نوميناتيف، هو فاعل الجمله. انزا غس بغوضه، بغودة. احنا بنساعد صديق اخونا. الله ده كلام كبير بقى. طب ده كان المذكر. المحايد المالك، لما يبقى المالك محايد
نفس الموضوع. مالك محايد زي ايه؟ زي مثلا الكند. كلمة كند دي يا اختي ياسمين من مقطع واحد، والله قراءة المقطع واحد دي ممكن جدا احط لها اي اس. لو احنا عايزين دلوقتي الكلب بتاع الكند تخنك، اهو اهو الهند بتاع الكند تخنك. اقولها ازاي يا ست هند؟ هو فاعل الجملة اللي هيتصرف مع الفعل. اقولها ازاي؟ دي هون der Hund بتاع ديس كندس بتاع الكند هتبقى عاملة ازاي؟ ايه؟ ديس كندس des Kindes والطعام هتفضل ist زي ما هي. krank. جميل قوي. لو انا دلوقتي بضرب الكلب بتاع الكند، اقولها ازاي؟ بإشلاجة. Ich schlage dies Hund. ها؟ انا بضرب الكلب، الكلب هو اللي هينضرب. ايه؟ Dies Hund. لا، هو الكلب ده هينضرب. هو بقى الكلب ده بتاع الكند، بتاع الجار، بتاع اللي بتاعه. المهم ان الكلب ده هينضرب النهارده، فهو اللي هياخد الضرب. هو مفعول الجمله، هو اللي هيقع عليه فعل الفاعل في العرب، هو اكوزاتيفة الالماني. اقولها ازاي؟ Den Hund. دين هوند، والمالك ديس بجينيتيف يبقى ديس كندس. يبقى انا الجينيتيف المالك محايد او المالك مذكر هياخد في نهايته الاي اس، وهو هياخد اس، هياخد في اداته اي اس، وهو بنفسه هياخد اس. اداته تاخد اي اس، ادواته تاخد اي اس، وبنفسه هياخد في الاس. ادواته هتاخد اي اس، وبنفسه هياخد الاس. جميل. دلوقتي المالك في حالة الجينيتيف بقى واحدة أو بقى مؤنثة. إيه اللي هيحصل؟ إحنا قلنا الستات في الألماني بيقلبوا رجالة في حالتين، وبيفضلوا ستات في حالتين. بيفضلوا ستات دي ودي في حالة النوميناتيف والأكوزاتيف، وبيقلبوا رجالة دي ودي في حالة الداتيف والجينيتيف. النهاية الاي ار ونهاية الاي ار هتظهر معايا في الداتيف والجينيتيف، هتظهر معايا في الداتيف، هتظهر معايا في الداتيف وفي الجينيتيف للمؤنثة في كل الجداول. الدي هتبقى دي، والاين والاينه، قصدي الاينه هتبقى اينه بالاي ار، نهايه الاي ار. والكاينه هتبقى كاينه، والزاينه هتبقى زاينه، والاي هتبقى ايغه، وكله هيقلب هياخد بالاي ار. المالك في حاله الجينيتيف بقى يا مؤنثه الكلب بتاع الست. والله يرحمه الفجومي كان له قصيدة اسمها كلب الست.
حد يسمع عن القصيدة دي؟ الفجومة الله يرحمه كان ألف قصيدة يقال إن كلب دي تقريبا بتاع أم كلثوم، وممكن ما تكونش أم كلثوم، عض واحد وحصلت مشكلة وما عرفش ياخد حقه وبتاع، والناس لامت عليه هو يقال يعني. فلو جينا نترجم عنوان أعزكم الله كلب الست، عنوان قصيدة للفجومي، نترجمها بالعربي، تمام؟ الهند بتاع الفغو، والفغو هنا في حالة جينيتيف، مش هنستخدم فن، مش هنعبر عن الملكية بفن، لا احنا هنعبر عن الملكية بعنوان درسنا النهاردة الجينيتيف. الكلب بتاع الست، الهند بتاع الفغو، والفغو هنا هتاخد ايه لونه احمر، تنكتب ازاي؟ تعال نكتب الكلب دي هند، والست هتقلب هتقلب ايه؟ دي هتقلب راجل، هتقلب ايه؟ يبقى دي هتقلب راجل، هتبقى دي غو. الكلب بتاع الست بتاعتي مراتي هيبقى اسمه ايه؟ دي هوند ماينا غو. طب لو انا بضرب كلب مراتي اكتبها ازاي؟ من فعل شلاجن لسه قايلينه من شويه، انا هضرب الكلب هيقع عليه فعل الفاعل، وبقى كلب مراتي هو كلب اي حد مش مشكله. ايش سلاجة دين هون يا عم انا بضرب كلب مراتي انت ليك فيه، ولا بضرب الكلب بتاعك انت؟ انا بضرب كلب مراتي. ايش لاجة دين هوند ماينا فراو، مالكش فيها حبيبي، انا مش بضرب. ايش لاجة نيشت داينن هوند، او ايش لاجة داينن هوند نيشت، تمام؟ نيشت داين هوند، انا مش بضرب كلبك يا حبيبي، تمام؟ زوندن دين هوند من فعل شلاجن برضه لسه شغال معانا، دين هوند ماينا فراو، انا مش بضرب كلبك انت، انا بضرب كلب مراتي يا حبيبي، كل واحد حر في كلب مراته. جميل. واحد بيحب صديقة مراته وواقع في مشكلة وبيتصل اسمه ايه ده، وسيم يوسف ولا اسمه ايه؟ اسمه ايه كده الراجل بتاع انا والنجوم وهواك؟ أسامة منير. ايوه ايوه اسامه منير، بيتصل باسامه منير بيقول له انا عندي مشكله يا استاذ اسامه، بقى انا بحب صديقة مراتي مش عارف اعمل ايه. فهو بيقول له الحب ده حاجه جميله جدا، فاحنا عايزين نقول دلوقتي انا احب صديقه مراتي، تمام؟ اما بلاش بدل ما يا اختي اول ما قلت اسامه منير طلعت منها ما شاء الله زي الفل، انا احب صديقه مراتي، يبقى احب دلوقتي ايش ليبة انا احب الصديقه بتاعت، معلش يا مدام ماجده بهزر معاك، مدام ماجده بضحك معاك، لا ولا يهمك يا هي براحتك. خلاص انا احب الصديقه بتاعت مراتي، يبقى درس الجينيتيف، يبقى درس الجينيتيف هو درس البتاع والبتاعه. انا احب صديق بتاع مراتي، انا احب الصديقه بتاعت مراتي، اكتبها ازاي؟ شليبة شليبه، ايوه دي افغوين دي خويند واحط اي ان، وين ماينا ايوه فغاو. ما ينفع. حلو قوي 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 قوي. انا دلوقتي احب اصدقاء اولادي،
أقولها إزاي؟ أو أنا أساعد. بلاش أحب، لا تفهم غلط. أنا أساعد أصدقاء أولادي. كده أنا عندي في الجملة حالة داتيف وحالة جينيتيف. Ich helfe den Freunden. دين أدي فرويند، وآدي لو كانوا مذكرين هيبقى فرويندن. أيوة أولادي بقى أدي كندا. Meines Kinder. لا Meiner Kind. لا مايناكن. يبقى تعالوا نحط الجدول بتاع الأكوزاتيف والداتيف جينيتيف في كل الاحتمالات في حالة أداة المعرفة، والنهايات اللي هتظهر معانا في أدوات المعرفة يا جماعة هي نفس الأدوات النهايات اللي هتظهر معانا في كل الجداول، في كل الجداول. تعالوا insert table، والنهايات اللي هتظهر معانا في أدوات المعرفة هي نفس النهايات اللي هتظهر معانا في كل الجداول. يلا بينا. أهنئ أصدقاء ابني، وأنا أهنئ أصدقاء أبنائي. عايز أعمل دي وأعمل دي. يلا بينا. من فعل جراتوليرن، وده بيعمل داتيف. وبقوا شوفوا على اليوتيوب، هبعت لكم المحاضرة بتاعتي بتاع الدرس الداتيف. طيب لو أنا دلوقتي أهنئ الكندر بتوع النخبان بتوعي، أنا أهنئ أطفال جيراني. أقولها إزاي؟ يبقى ich gratuliere der Kinder. أدي كندا وأدي نخبة أو نخبان يعني. ها يبقى أحط هنا ich إيه؟ gratuliere der Kinder minus Nachbarn. دين بلس إن، دي دين كندن، عشان وأحط هنا جيراني يبقى إن يبقى جميل. أنا أهنئ أطفال جيراني. إيش gratuliere den Kindern meiner Nachbarn. تمام.